السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. بصوا بقى النهارده قمت كده من النوم مش عارفه اطبخ ايه، فكان عندي كيسين مكرونه ونص كيلو لحمه كده مفرومه. فقلت بقى اما اعمل ايه، مكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه. الاكله دي عيالي بيحبوها جدا. فصلوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالي اقولك على اسهل طبخه ممكن تعمليها، مش هتاخد معاكي ساعه في المطبخ. هنا بقى ايه، انا كنت حطيت ميه عشان طبعا اسلق المكرونه اللي هي كانت غلت، من يعني غلت وكده، وحطيت فيها نقطه زيت. هبدأ طبعا ان انا ايه نحط بقى المكرونه بتاعتنا، الاسباجيتي، علشان ايه تتسلق يعني. بصوا انا عايزه اقول لكم الاكله دي بتبقى يعني حلوه وخفيفة، وعيالك طبعا هيدمنوها زي عيالي كده. فصلوا بينا بقى ايه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة. النهاردة بقى ايه روتين كده، يعني سريع كده. قلت النهاردة ما نعمل مع بعض روتين بقى، من زمان ما عملتش معاكم روتين. فقلت بقى النهارده بقى ايه اما نصور مع بعض بقى كده ايه، واوريكم بقى الروتين بتاعي. هنا بقى خلاص كنت طبعا المكرونه اتسلقت وصفتها، حطيتها في المصفى. في نفس الحاله طبعا بعد ما غسلتها هنزل بالسمنه. اي سمنه بقى، سمنه زبده المتوفر عندك. انا كان متوفر عندي اللي هي السمنه الجنه. وهنبدا بقى مع بعض. بصوا مكوناتها زي ما بقولكم بسيطه جدا. هنا بس السمنه بس تتقدح شويه. انا بصوا انا بعمل المكرونه بتاعتي بالثوم، تمام. اللي مش حابب يعملها بالثوم بيشيل الثوم ويحط مكانه بصل، ماشي. انا هبدا بقى ايه اللي انا انزل بقى بالثوم. روتين بقى، بصوا روتين كده تشجيعي بقى، يعني وحشتوني كده ووحشني الروتينات معاكم. فقلت ايه اعمل لكم ايه روتين كده ايه، عشان يعني انتوا وحشتوني والله، ووحشني الكلام معاكم يعني. بعد ما حطيت بقى التوم يعني خليته صفر شوية، هنزل بقى باللحمة المفرومة. ده مقدار نص كيلو، ماشي. حابة تزودي الكمية براحتك، بس انا زي ما بقول لكم والله انا قمت كده من النوم مش عارفة هطبخ ايه، فدعبست بقى كده، فلقيت بقى اللحمة المفرومة و... ولقيت الكيسين اللي هم المكرونه دول. فقلت يلا يا بنت بقى ايه اعملوا لهم مكرونه سباكيتي، هم بيحبوها بيدمنوها. فقلت اما اعملها بقى النهارده. بصوا نزلت بقى باللحمه بتاعتي، عشان ايه نبدا بقى اللي احنا طبعا نشوحها. وحاطه وعصرت هنا طماطم برضو. الاول طبعا لازم تشوحي اللحمه، يعني لازم تعصجيها كده ببهاراتك بقى وتكاتك بقى وكده. ماشي. البهارات بقى بتاعتي ملح، فلفل اسود، بهارات سبعة، بهارات تركي بجيبها من عندي عطار هنا في بورسعيد، اسمه حراز شارع 100. اسمها بهارات تركي عثماني، تحفة ما شاء الله يعني. وهتحطي بقى ايه الملح بتاعك والبهارات السبعة زي ما قلتلك، ماشي. وهنديها بقى ايه تشويحه، ولو وسيكه من البهارات اللي هي اللحمه. انا عايزه اقول لكم اللي من بورسعيد هنا، لو طبعا عارف اكيد شارع 100. هناك اللي هو عطارة حراس ده حاجه كده ما شاء الله، بهاراته حلوه جدا جدا وريحتها رهيبه، يعني بتقلب ريحه المطبخ كده وانت بتعملي الاكل. خلاص بعد بقى ما عصقت اللحمه كده زي ما انت شايفه كده وظبطتها وبهرتها. الطماطم بقى عندي ده مقدار 4 طماطمات كده متوسطين. عصرتهم في الخلاط.
وهبدأ طبعا ايه بحب انا ان انا ازود مع الطماطم صلصة، علشان الطبخة دي بتحب تبقى الصلصة بتاعتك تقيلة كده ومتسبكة كويس، عشان يعني ايه بتديها طعم كده وحلو يعني. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش بقى وانت بتتفرجي كده حطي اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، واستنى تعليقاتكم الجميلة. بعد بقى ما حطيت كده الصلصة، اقلبها بس كده في الطماطم واللحمة. ماشي. بصوا، في تكتين كده انا هحطهم برضو. هحط بابريكا، وبابريكا مدخنة. انا بحب اجيب اللي هي في بابريكا عادية وفي بابريكا مدخنة، انا بحب البابريكا اللي هي المدخنة. ماشي. وهحط حاجة بسيطة من الشطة، يعني ايه تدي سنة حرقية كده، برضو بتخلي طعم المكرونة رهيب. خلاص. بعد ما حطيت كده كل الحبشتكنات وقلبتها، هغطي بقى عليها بقى النار تتسبك براحتها. هي حلاوة الطبخة دي انك لازم تسبكي الخلطبيطة اللي احنا عملناها دي، تسبكيها كويس عشان تديكي نتيجة كويسة. خلاص، يلا بقى بينا نكمل الروتين بتاعنا. بصوا بقى، اول ما صحيت كده لقيت بتاع السمك فايت، وبينده بقى ايه على السيوف. فبكام يا عم؟ قال لي دي ب80 جنيه. قلت له لا، مفيش حاجه عندي ب80 جنيه، هو كيلو ونص 100. حلو قوي. انا اصلا يعني الراجل ده بتعامل معاه يعني بقالي فتره، يعني فتره كبيره، يعني سنين، يعني مش سنه ولا لا سنين. فده اسمه سمك سيوف. قلت له هات لي بقى كيلو ونص. تعالوا بقى مع بعض كده ننضف بقى الايه السمك بتاعنا ده، على بال ما الصلصه بتاعت المكرونه بتاعتنا بقى اللي باللحمه دي بقى تتسبك كده، ونكمل مع بعض باذن الله. بصي، انت بتحطي ملح واسفنجة بقى او اي ليفة، يعني ليفة مواعين مش محتاجاها، لان طبعا بعد ما بتخلصي بترميها ما بتستخدميهاش تاني. ماشي. هي بس مجرد انك بتشيلي بس الايه اللون اللي هو السيلفر ده من عليه، زي ما انت شايفاني كده شوية ملح، وبتمشي بالسفنجة بتاعتك او اي مثلا ليفة مواعين، بتعملي بيها كده مع الملح، بيشيل على طول معاكي وبيظبط معاكي الكلام. خلاص. بس كده. وبصوا السيوف ده اسهل تنظيف، يعني نضيف، يعني حاجه كده سريعه. بتشيلي بقى الراس بتاعته، بتشيلي اللي هو الديل بتاعه، وبتشيلي اللي هي السلسله بتاعته، يعني بتاعت الظهر دي كده، بتشيليها الريش بتاعه دوت. وبتفتحي بقى البطن كده، بتشيلي بقى ايه، هي بتبقى حاجه صغيره كده، لان هو اصلا زي ما بقولك يعني بطنه، بصي مش هتطلع غير ده كده بس. تمام. طبعا هو احنا لسه مخلصناش ده، دي يعني دي اول البدايه فيه. بتبقي جايبه طبق كده وبتحطي فيه وايه، بتنضفي بقى بقيه السمك بنفس الطريقه. ده اسمه سيوف. طبعا البورسعيديه اكيد عارفينه. ده بقى ايه، يتوم كده بالبهارات بقى ويتظبط ويتقلى بقى في، يبصوا طعم 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 مع شوية سلطة، ويبقى 100 100. انا الصراحة بإذن الله هعمله بكرة، عشان انا ما بحبش ان انا اسيب سمك تنظيف عندي، يعني بحب لما اجيب سمك تنظيف يعمله في نفس اليوم، او اعمله تاني يوم بالكتير قوي، ما بقعدش اكتر من كده. تمام. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اخلص بقى الكمية دي عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو، ونرجع نكمل مع بعض. بصوا، انا هنا كنت خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. المفروض بقى اللي انا هعمل ايه، طبق طبعا ومصفى، لان طبعا احنا هننضفه، يعني ننضف البطن بتاعته. ايه، بصبعك كده في البطن بتاعته بتشيلي حتة جلدة كده، يعني ايه بتبقى يعني دم يعني وكده فيها، بتنضفيها كده زي ما انت شايفاني كده. بصي، هو يعني حلاوته انك ايه تنظيفه بسيط، بس لازم التكات دي
تعمليها علشان السمك تبقى معاكي زي الفل كده. ماشي. خلاص. طبعا احنا ما بنسيبوش كده، ما بنسيبوش بنفس الطول ده، بنقسمه بقى. بصي حسب يعني طول السمكه وحجمها. في سمكه بتتقسم على مرتين، وفي سمكه بتتقسم على مره، على يعني على مرتين، وفي سمكه بتتقسم على 3 مرات. ماشي. طبعا انا هخلص برضو ايه الكميه اللي انتوا شايفينها دي بنفس الطريقه. انا اصلا يعني لما بنضف سمك بحب ان الميه بتاعته يعني الميه تبقى جاريه كده معايا، علشان اطلع منه كل الايه الزفاره وكل الحاجات اللي هي بتبقى في بطنه وكلام من ده. انا كده السلسله بتاعتها خلاص. زي الفل اهو. برضو هقسمها كده. هخلص بقى. بصوا هخلص الكميه كلها اللي معايا دي وارجع لكم. هنا بقى خلاص اهو ما شاء الله. بصوا غسلته طبعا بعد ما خلصته. غسلته حطيته في المصفى علشان ايه ينزل كل الميه بتاعته. هبدا بقى في اي في كيس اللي هو التخزين ده، هرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطه بقى في الديب فريزر. وان شاء الله بكره ايه اعمله بقى معاهم يعني باذن الله. اعمل لهم بقى ايه اقليه، واعمل بقى شويه سلطه بقى ورز ابيض كده، وتبقى غدوه حلوه. هو اصلا السيوف اصلا بيبقى طعمه يعني حلو جدا وخفيف على فكره، ما بيتعبش يعني، بيبقى خفيف من المقليات اللي هي بتبقى خفيفه. خلاص يا حبايبي. انا هحط خلصت كده خلاص. ايه يعتبر كله خلاص في الكيس كده زي ما انتوا شايفين. وهعينه بقى. بصوا ما شاء الله. بصوا سمك السيوف بالذات اللي يعني ما تجيبيش يعني كيلو مش هيربي معاكي قوي، يعني اقل حاجه بتبقى فيه كيلو ونص. وبرده حسب يعني انتوا برده حسب الايه الدنيا معاكم يعني. خلاص. هنا بقى خلاص المكرونه خلاص الصلصه اتسبكت، وغرفت بقى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا والله ريحتها تحفه. انا نفسي تبقوا انتوا شامين الريحه والطعم حكايه. جربوها هتعجبكم جدا جدا. يا رب النهارده كده يكون الروتين بتاعي عجبكم. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتعملي سبسكرايب للقناه، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.